لأني روح أدرك أني سأبقى ألون حلمي تملي، فإني اخترت الصمت رحيلا إلى عشق من لا يرحل عني. أناديك امضي كمن لا يشاء، كمن لا يقول، كمن لا يعني. وأنت القريب كروحي لجسمي، فكيف أكونك إن لم تكني؟ وأنت البعيد كريح بوادي، وتدرك لو شئت رغم ابتعادي. فإني اخترت الصمت رحيلا إلى عشق من لا يرحل عني. مضيت ورحل عمر معك، وخلف انتظارك خابت وعودي، فصرت أواسي الجرح بأن مرورك يوما أحيا وجودي. خياروني أدوني يعي، يدو خياروني أدوني يعي، يدو خياروني أدوني يعي. أي مشبت قدش يوم الشيبيعي. اجريداتو فيرس جرس، اجريداتو فيرس جرس، اجريداتو فيرس جرس. يدو خياروني، يدو خياروني، يدو خياروني. أي مشبت قدش يوم الشيبيعي. يدو خياروني يوم الشيبيعي. أي مشبت
أعمل هون؟ حبيبتي شو هاد اللي عم يصير عند امك جوا؟ علي الحلال شي برعب. يعني ما حلك تتعود عليها؟ هلا ما شو هالشغله عم تشتغلي امك؟ شو بيعرفني، أنا كتير بحكي معها وبنصحها، بس هي ما بترد علي. هلا انت بتآمني بهي الشغلات؟ هلا أحياناً بيجي لحتى صدق، ومرات بقول إنه هاد كذب، وأمي ما بتشرح لي شي عن القصة. اذا بنتها هيك عم تحكي عليها شلون عان؟ شو ناصر؟ ما هي الشغله بتطلع مصاري كثير ما؟ شو بيعرفني؟ تفضل، وهي القهوة. شكرا سلمت ديت. الله يسلمك. ايه؟ لشوف لإمتى بدي ضل شوفك عم تشرب القهوة لحالك. اخ منك يا ام توفيق، انت ما إلك سيري الا جوازتك؟ لأنه صار لازم تتجوز بقى، صرت فوق ال40، ما بدك تشوف أولادك قدامك؟ لاحق لاحق يا ام توفيق لاحق. لا مالك لاحق، مالك لاحق. فتح عين وغمض عين بتلاقي حالك لحالك، والوحدة صعبة، الوحدة بتقتل صاحبها. ايه معلم، ما بدنا نتحرك؟ السيارة جاهزة؟ جاهزة، بس هي قصة الصفن والسرحان ما لها عجبتني. شرف. تفضل. روح شوف حساب هذيك الطاولة. أهلين مرومة، مرحبا. يعطيك العافية. الله يعافيكي. وينك؟ ليه طولتي؟ طريق. شبكي في شي؟ يعني كان ضروري تشتغلي مع الجامعة؟ هيك بتتعبي حالك. شو بدي أعمل؟ بدي بتعرفي إنه هلا نحن ظروفنا كتير صعبة. بعدين لا تاكلي هم. المعلم فريد عم يخليني اروح وارجع امتى ما بدي. المهم جبت لك المحاضرات اللي راحوا عليكي امبارح. عن جد؟ سلم ايديكي، انا كثير اسفه اني عم عذبك معي. انت شو عم تحكي يا بنت؟ انا كل يوم رح اجي واجيب لك المحاضرات اللي راحوا عليكي. ما بتخيلي قديش مضغوطه. ويلي الجامعه، وويلي حلقه البحث، وويلي بابا كثير معذب مع هالفتره. رح يجنني، ما بعرف شو عم يصير له. ولي عم يدوروا علي، عم يدوروا علي. دلال 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 دلال
بيدوروا علي، جايين ياخذوني. اوعي تفتح الباب لحدا. مين بدأ؟ لا تفتح الباب. ويك قلت لك ارتاح، ما حدا عم بيدور عليك، خلص لا تخاف. معناتها ببوس ايدك فكيني وطالعيني لبرا. حابب اشوف الناس، شم الهواء، حابب اشوف الاولاد عم يلعبوا بالطابه. لا، طلع برات البيت ما في، هي فهمها. انت مثلهم تشبهيون كثير. حابه تخليني بهذا البيت لحتى تعفني. مثلهم تشبهيون. خلص بقى مروان، مشان الله خلص، ما تعب قلبك. لوين بدك تروح؟ لك حاجة تقلل من قيمتك قدام الناس؟ بنتك صارت صبية بالجامعة، ما حدا عم بيطلع بوشها حرام عليك من ورا تصرفاتك. انتوا اللي بدكم يعني يكون هيك. ليش عم تخبوني؟ ليش لاعيني وحابين تمسكوني؟ وين بدكم تاخذوني؟ لوين؟ لك انا مدير عام قد الدنيا. لك الله الله يسامحك شو عملت فينا ولوين وصلتنا. انا جوعان يا دلال، جوعان. خلص رح جيب لك اكل 5 دقايق بس، لا تصرخ مشان الله، ما رح اتاخر عليك. ايه ماشي. رهف هاتي لشوف شو في عنا شغل اليوم. تفضل استاذ، هي مشان اجتماع اليوم. شكرا. عفوا. ابو زياد انت تيسر، روح شوف شغلك. امرك رايح معلم. الله يخليك، لا تتعب حالك، لازم ترتاح. خلص روح تيسر قلت له. رهف يرضى عليكي، عطي بالك على الاستاذ. ايه اكيد، ولو استاذ نزار بعيوننا كلنا. يلا السلام عليكم. خير استاذ، في شيء؟ لا ما في شيء. روحي على مكتبك، واذا عزت شيء انا بتصل فيكي. شكرا. حاضر استاذ. أهلا وسهلا فيك. نحن كتير سعداء بوجود حدا كفؤ مثلك. شكرا سيدي، إن شاء الله بكون على حسن الظن. إن شاء الله رح تكون هيك، لأنك ضابط مميز وكل زملائك شهدوا بهذا الشيء. هذا واجبنا سيدي، وأنا كنت عم أديه. وهون رح يكبر واجبك، لأنه طبيعة المهام هون رح تختلف عليك كتير. شوف يا نقيب طارق، أنا رح خليك عندي هون، ومن هي اللحظة تعتبر حالك إيدي اليمين لشوف كيف رح تثبت جدارتك. شكرا سيدي على الثقة اللي منحتوني إياها، ورح أعمل كل جهدي لأكون قدها. طبعا في شيء مهم، إنه الست غادة صديقة قديمة للعائلة، وهي من أعز أصحاب المدام، وأنا بحياتي ما قبلت واسطة ولا رديت على طلب حدا من المقربين، بس الست غادة إلى وضع تاني. الله يديمكم فوق راسنا سيدي. طيب يا طارق، فيك تستلم مكتبك، تفضل. احترامي سيدي. نور المكتب. تسلم. بس ما عرفتني شو الاسم؟ اسمي عزيز سيدي. عاشت الاسماء. هلا اذا الواحد يا عزيز بده يشرب فنجان قهوه على رواق، شو بيعمل؟ سيدي هي بسيطة، مباشرة راح اوصيلك. بس شو قهوتك؟ وصل. تكرم عينك سيدي. شكرا. يلا أمي، كفي دراستك واكتبي وظائفك. أنا قايمة أخلص البيت، عندي شغل كتير المعلم بده يعني. ماشي ماما، حفظت القصة. كل شوي رح تدقي لي تطمني علي وما افتح الباب لحدا وما شعل الغاز، وإذا صار أي شيء فورا حاكي. عبير شو صاير لك اليوم؟ ماما كل يوم بتقولي لي نفس الحكي، كل يوم. ليش مو كله مشانك؟ أنا بدي إياكي تكوني أحسن بنت بالعالم. بدي إياكي تبقي جنبي ومعي. الليل مو حلو وأنتِ بعيدة عني. قلت لك رح تتعب، ما رديت علي. وفر لي نصايحك هلا، لازم نروح عند الدكتور فادي، خذ موعد. يعني رجعت لكلامي. امرك، تفضل نروح نحكي على الطريق.
شو؟ لاقيكي مبسوطة على جاية عاصي؟ مبسوطة فيكن انتوا الاثنين وزعلانة عليكن كتير. ليه ليش أمي ليش؟ أخوكي مو راضيان يتجوز، وانتي لحد هلأ ما حدا دق بابنا، كله من ورا عملة أبوكي. معفى إن شاء الله. الله يعافي قلبك. إن شاء الله دكتور، بنتي من امبارح ما حكيت ولا كلمة. طولي بالك، إن شاء الله خير. مبدئيا رح تضل تحت المراقبة، بس بيأسفني إنه رح تضل تعاني من مشكلات بالنطق. معفى إن شاء الله، يعطيكم العافية. تسبي ابوك يا بنت الكلاب؟ ها؟ بدك خرسان. سناء، سناء أمي، سناء، شو شعرتي؟ ما في شيء أمي، ما في شيء. لك يا أمي ما بدك تنسي اللي صار. ما في شيء أمي، ما في شيء. أصلاً ما في شيء مأثر علي، ما في شيء. لا والله مانك مبسوطة. فوق كل هذا ابتليتي فيني. ما كنت أعرف إنه أنا رح أوصل لهون. كل عمري كنت أدعي لربي إنه لا يبركني وما أحتاج حدا. هيك قدره. شو كنت رح أعمل لولاكي ما بعرف. روحي، الله يرضى عليكي من ساسك لراسك يا سناء يا بنتي. أمي ما تقولي هيك، أنا مش مجبورة فيكي. يا الله ما أحلى الموت. مرتاح ومريح. أمي لما تقولي هيك. تعي خلينا نبلش أكل مشان تاخدي دواكي. أمي يلا تقبريني. أمي يلا. يعني حددتي عن شو بدك تعملي حلقة بحثك؟ ايه طبعا، بس كتير صعبة. عن شو بدك تعمليها؟ عن الدوافع النفسية للمجرم. كتير حلو العنوان، كتير. بتوقع انك رح تجيبي علامة كتير عالية. ان شاء الله يا رب، الله يسمع منك. بس عندي مشكلة صغيرة. شو؟ لازم لاقي حدا يساعدني بهذا الموضوع. يعني مثل مين؟ يعني محقق أو مسؤول بالأمن الجنائي. من وين بدك تجيبيه هاد؟ ده معلم فريد، عنده معارف كتير. هو حكى لي إنه رح يساعدني بهي القصة بعد ما حكيت له قصتي. يا سلام على هالمعلم اللي عندك، شو عم يقدم لك تسهيلات؟ مو لسواد عيوني حبيبتي. طلب مني إني أدرس له بنته ونجح له إياها. العمى.
مشتهية ألاقي شغلة واحدة بهاي الحياة بدون مقابل. يعني الحمد لله إن المقابل هيك مش شي تاني. فهمك كفاية. أعطيني. كيفك يا فوزي؟ لك أهلين عاصي، أهلين تفضل. أهلا وسهلا. أهلين بعياش. تفضل تفضل. فوت. وينه صاحبك؟ ماني شايفه. منصور طلع من الصبح رايح يساوي وراء مرته اليوم تطلع من السجن. أنعم وأكرم من هيك عيلة. لك لا ما دخل هي مخلوقة حرام. هي وحدة درويشة تشتغل ممرضة، راحت عطت إبرة لمريض، مدري مو بوقتها أو عيار غلط ما بعرف، المهم تكركب الزلمة، وقفوه عن الشغل وحولوه على السجن. ايوه، وهلا بعد ما طلعت رح ترجع له؟ سيدي مثل بعضهم، رجعت ولا ما رجعت ما رح تستفيد ولا شو؟ بس يستر على عرضكم، لا تجيبوا له سيرة، هذا زلمة عقله جوزتين بخرجها، مجنون. مجنون على حاله، ما علينا. بس أنت ليش ملفيه لعندك؟ لك إيه حرام، درويش وعم يساعدنا. يعني هلا أنت بدك تضلك نايم هون؟ وين بدك يعني روح؟ بعد ما هي طليقتي مقصوفة الرقبة أختة البيت. الله يعينك. هلا شيلونا من هالقصة المكربة. شو مشاريعنا اليوم؟ هي عم عاصم. شو طمنا دكتور؟ لا ما في شيء ابدا الحمد لله، الامور كلها بخير. هذا استاذ نزار يمكن عم يتدلل علينا شوي. عم بتدلل عليكم دكتور؟ الدوخة من شو طيب؟ هي عادية، شوية تعب شوية تفكير وبعتقد استاذ نزار احنا حكينا بهذا الموضوع من قبل. مشان الله يا دكتور، مشان الله يا دكتور تفهموا، ما عم يرد علي بنوب، ما في اللي عم يتذكر لي قصص ما بعرف منين عم يجيبها. وهذا الشيء اللي عم يتعبك. هلا اهم شيء كمل بالادوية اللي كاتب لك اياها تماما وبانتظام. ضربتنا الجاية حتكون عند أبو عبده تبع الشريات والتحف. أبو عبده نفسه اللي بيصرف لنا البضاعة؟ ليه؟ لأنه حرامي. كل الوقت كان عم يسرقنا. جيب له البضاعة نشتريها مننا بربع سعرها. يعني بدك ما تاخذني لازم تسمع الكلمه.
من هلا ورايح نزله ما في، بدك تريح حالك. فهمت ابو زياد، فهمت. مشان هيك انا رايح هلا اعمل لك كاسه لبن، اشربها وحط راسك، انا مريح اعصابك. هلا هيك بدي اقضي حياتي انا، نوم وعلاج ودواء وما بعرف شو. الله يخليك طول بالك، ما بدها تعصيب، ما بدها تعصيب. لك تعبت فهم، تعبت. لا حول ولا قوة الا بالله، شايف هذا التعصيب اللي عم تعمله؟ هذا اللي عم يضرك. خلص مثل ما بدك، على كل رايح اسوي لك كاس اللبن، خلص طول بالك. استقبلني احلى استقبال وفورا سلموني المكتب الجديد. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. خير ماما، فيكي شيء؟ حاسك مو على بعضك. لا شو بده يكون في يعني؟ بدي أكمل المهمة. ماما شوفي، بدي أفرح فيك. ايوه، بدك تجوزيني يعني؟ كل أم بهالدنيا حلمها إنه تجوز ابنها ويكون عنده عائلة كاملة، أب وأم وأولاد. بتعرفي ماما، أحياناً بحس حالي ما عم بقدر أفهمك، هيك بتحكي بالألغاز. يا ريت أقدر أفهمك وريحك. شو الله يسمعني الأخبار الطيبة، سمعت في عائلة وأولاد، شو القصة؟ تفضل. شايفة يا خالي حياة، قال ماما بدها تجوزني. ليش لا؟ شاب مثل القمر، 1000 بنت بتتمناك، ما شاء الله عليك. لك بعرف، بس والله ما كنت فاضي لهالقصص كلها أنا. شو؟ حضر الغداء؟ أنا ميت من الجوع، بس أول بدي أشرب فنجان قهوة. إن شاء الله ألف صحة، على إذنكم حضر الغداء. دلال فكيني، لا تكوني مثلهم، روحي عفنت دلال، بوس ايدك. ما بقدر مشانك، ما بقدر. دخيلك، انا بحبك دلال، بحبك وبتعرفي هالشيء، فكيني. اهدى احنا بنحبك. طيب ما فيني مشانك. روحي عفنت، حابب اطلع لبرا شم هوا، شوف الشمس، دخيلك فكيني. ما بقدر فكك. دلال مشان الله بوس اجرك، خلي الباب مفتوح، خليه بده يتنفس. طيب انا بثق فيك. بحبك دلال، بحبك، انا بحبكم انا يا دلال. ايه بس هذا محله مثل القلعه، كله حديد، شلون بدنا نفوت؟ كل شيء مدروس ومحسوب. مرحبا. أهلا وسهلا. صاحب البيت موجود والله؟ جوزي متوفي. خير؟ فوق الطابقين في وحده ساكنه لحالها، ما عندها حدا نهائيا بالبيت. لا ما في شيء، بس الجيران عم يشتكوا، قال عم تزرزر المي من عندك، فجاي اشوفها. اول ما تفوت على بيتها على ايدك اليمين بقلب الصالون في منوار. هذا المنوار. عفر من المنوار؟ ليكن منوار.
تاخذي لنا طريق؟ تفضل، ما في حدا. خبر منصور بالتفصيل الممل، لأنه لازم نكون 4، 2 فوق و2 تحت. بدنا منصور ضروري. صح. الله يسامحك يا ام توفيق، لولاكي ما كانت صارت كل القصه. ما صار لازم بقى تتجوز؟ بكره ساره بتروح من ايدك، صار لك اكثر من سنه خاطبه، بعدين ليكو البيت جاهز وعندك كل شيء، والبنت ما ضل الله حدا غيرك بعد موت امها، فشو قلت لازم تتجوزوا. معك حق، بس الشغل والظروف اللي مرقت فيها هني كانوا سبب التاخير مع مرض امها. هذا كله راح، البنت لحالها حرام هيك. خلص بقى ام توفيق، خلص بقى. وحياة غلاوتك عندي اليوم بالذات رح يصير اللي براسك، بس شوفها مباشرة رح نحدد موعد العرس. أصلاً أنا صرت حاسس إنه صار لازم تعيش عندي وما لازم أتركها بقى. يا عيني عليك، هذا الكلام الصحيح. ربي يسعدك ويجبر بخاطرك وشوف أولادك عن قريب. تفضل. يا ريتني ما رديت ولا تجوزت. ميادة، مشان الله الحقيني بسرعة. خير ماما، شو في؟ أبوكي فك الحبلة وطلع من البيت. شو عم تحكي؟ يلا جاي بسرعة، سكري باي. معلم، لازم نروح بسرعة على البيت. خير شو في؟ بدي ادور على البابا، طلع من البيت وما بعرف وين راح. بسيطة طول بالك، روحي شوفي، وإذا احتجتي أي شيء خبريني. شكرا كثير، بالإذن. الله معك. طيب وبعدين؟ يعني امتى ناوية ترتاحي؟ تميم، كل مرة بدنا نحكي بنفس القصة، أنت بتعرف رأيي بالموضوع. طيب روقي لا تعصبي، يعني أنا كل اللي بدي إياه إنك تتفرغي لي إلي ولا ترباية الأولاد. إيه، وعلى أساس أنت حبيتني لأنه بنت قد حالها وب100 رجال وشخصيتها مستقلة، شو اللي تغير بالموضوع؟ اللي تغير إنه أنا صار لازم أخطبك، وصار لازم تكون علاقتنا رسمية. مو هذا السبب تميم. أنت ما بدك أهلك يعرفوا إنه بنت درويشة وبشتغل مشان أخي المريض. لا يسرا، لا مو هيك قصدي. أنا كل اللي بدي إياه إنك تكوني مرتاحة. أنا هيك مرتاحة، وبدي إياك تعرف لما حتيجي تخطبني لازم أهلك يعرفوا عني كل شيء. أول شيء عن أخي محمود. خلص بدون تعصيب، اشتهيت شي مرة أشوفك وما نتخانق. إيه، قول هالحكي لحالك. خلينا نسكر على السيرة يسرا، نحكي فيها بعدين. إيه بيكون أحسن، أساساً أنا تأخرت على أخي. خليكي معي شوي. لاحقين رح نكون مع بعض على طول. مثل ما بدك، بس لازم تعرفي إني أنا بحبك. أنا بموت عليك. لك إيمت بدي أخلص من هاد محمود كمان.
قلت لك بلاها نزلت الشغل، ما سمعت مني، ليكك تعبت، ما قدرت تقعد هني. شو صار بالممرضة اللي اجت؟ ما مشي حالها لأنه ما بتقدر تقيم عنها. قلت لك ما حدا رح يحل محل ام توفيق. الله يرحمها، كانت شايله هم البيت على كتافها. على كل يا معلم لا تحكي الهم، أنا بكره نازل على مكتب الشغالات وإن شاء الله بجيب وحدة. اعمل اللي بدك اياه. والله معلم أنا بالي مشغول عليك، يعني لشو هالحزن كلياته ليش؟ ما بعرف يا أبو زياد، حاسس إني ما لازم أكون مبسوط، مثل كأنه في شيء واقف بيني وبين السعادة. معلم نحن حكينا كثير بهالموضوع، لازم تمحي من ذاكرتك كل شيء. أبو زياد حاج تضحك على حالك، لا أنا ولا أنت رح نقدر ننسى. بكذب عليك إذا بقول لك إنه أنا نسيت. أنا طالع ارتاح شوي، أنت تيسر على بيتك. لا ما رح أتركك لحالك، إذا مشان عيلتي لا تحكي الهم، لأنه هن عارفانين شو الوضع، لا تشغل بالك بنوم. شو متمني إني ما أشغل بالي. الله يرضى عليك ويفتحها بوشك، وين ما رحت وين ما جيت. مبروك امي. الله يبارك بعمرك. المهم تكوني مرتاحه امي، المهم تكوني مرتاحه. حلو كثير امي، حلو هالكرسي. يلا عقبال ما طلعك على بيت اكبر من هذا نستاجره ترتاحي كمان فيه. لا قلبي لا، ذكرياتي كلها بهذا البيت انا. ولكانه ذكريات هي اللي عم تحكي عليها. كل حيط من الحيطان فيه نكد وأسى ليقول الواحد بس. ذكريات. اتركيني، لا تشديني، اتركيني. ما بقى بروح وبيجي على كيفي، على كيفي انا بدي اشوف الناس واطلع على الشوارع وشوف البشر. انت ليش هيك عم تعمل فينا؟ قل لي ليش؟ بدي اروح على التواليت. تعال هون. شو؟ ماما كل مالي لبعض تطلع برات البيت. انت ما بتحبيني، انت بالذات ما بتحبيني، لانه لا انت بنتي ولا انا ابوكي.